السلام عليكم حبايبي ابطال باشمهندسين تالتة ثانوي علم رياضة. النهارده ان شاء الله بنشوف مع بعضنا حل امتحاننا الاسترشادي رقم 4 في الابلايد ماث باذن الله. يلا بينا يا ابطال. تعالى سؤالك الاول بيقول لك if the forces F1 2i plus ال 4g. يبقى انا كده عندي ال F1 بتاعنا. هنحاول بقى ايه اسئلتنا للكارتيزيان. ادي ال F1 عشان اعرف افهمها بسرعة. عندي 2 and ال 4. طيب وعندك ال F2 قال إنها بتساوي ال I minus ال 2G. كده عندك ال F2 اهيت بالكارتيزيان هتبقى ال I عندي بالإكس ب1 والواي بكام بنيجاتيف 2. طيب ومعاك هنا ال F3 عندنا نيجاتيف 3I بلس ال 4G. يبقى أنا عندي نيجاتيف 3 وال A وال 4. act at the point 3 and 1. طيب التلاتة كده مع بعض عاملين اكشن عند بوينت هنا، خلي بالك اللي هي ايه 3 and 1. طيب بيقول لي هنا then the length of the perpendicular from the point 2 and negative 3. ده معناه ان السنتر اللي هيبدأ منه العمودي بتاعنا وهو عندك 2 and ايه and negative ال 3 to the line of action of the ايه resultant. طالما هنا ان انت عندك طبعا التلاتة فورسز بيتاكشنوا في بوينت واحدة، يبقى لازم اجيب الريزلتنت واشتغل بيها. لكن لو كل فورس لها بوينت يبقى هعمل ايه المومنت 3 مرات لثلاثة فورسز عندنا. طب الريزلتنت ان احنا بنجمع ال F1 مع ال F2 معاك ال FA3. وانت بتجمع الفيكتورز بتاعتك بناخد الاول بلس الاول بلس الاول 2 بلس 1 وبلس نيجاتيف 3 هيجيب عندك كده الزيرو، والتاني بلس التاني بلس التاني يبقى هيجيب عندك ايه ب 6 عندنا هنا. وهنا عندنا يبقى نقدر نجيب دلوقتي مومنت الريزلتنت about البوينت مين. لو قلنا دي عندك مثلا سي انها بوينت، هنا الاكشن عند بوينت A والسنتر سميناها بوينت B، يبقى كده نقول ايه المومنت about ال B. بنعمل ال BA اللي هو الفيكتور بتاعنا سنتر اكشن، وبعد كده كروس عندك الايه الريزلتنت. طب يلا لما تيجي تعمل ال BA يبقى عايزين ال A minus ال B، ال A minus ال B. ركز يبقى 3 minus ال 2 هيجيب عندنا ال A ال 1، وعندك ال 1 وماينس نيجاتيف 3 يبقى يجيب عندك ال A ال 4. وكروس عندك ال R اللي هي 0 and 6 عندنا. الكروس عندنا طبعا اللي بره في اللي بره. يلا يا باشمهندس كده معاك 1 باي 6 عندك ب 6 ماينس اللي جوه في اللي جوه ب 0. في الاخر اجابتك بكام ب 6 عندنا. ونقول بقى 6 ايه الكي. كده يبقى عندي هنا اللينس اوف ذا perpendicular بيساوي عندنا بنجيب نورم المومنت ابقى اوفر نورم الار. انت عندك هنا نورم المومنت هناخد ال 6 بس من غير الدايركشن، وعندك نورم الار يعني سكوير روت 0 بار 2 بلس 6 بار 2. 0 بار 2 بلس معاك 6 بار 2. في الاخر اجابتك يبقى ب 6 اوفر 6 يعني ايكوالز ايه 1 لينس يونت عندنا يا باشمهندس. طيب in the opposite figure the forces are parallel معانا هنا and equilibrium. طبعا خلي بالك معاك هنا اما الفورسز معاك parallel مع بعض and equilibrium يبقى عندي كده اقدر اقول ان الاب equal ايه الداون. يعني الاف عندنا هتساوي ال 50 وبلس معانا ال 30 يعني equal مين كده الاف عندك ب 80. وبرضه عشان equilibrium يبقى المومنت about any point بيساوي زيرو. طب لما انت عندك كده المومنت عندنا هيساوي زيرو، انت بس اختار اختيار صح السنتر بتاعك. هو عايز ال AC بكام، المسافة دي بكام. يبقى انا الافضل لو خدنا المومنت اباوت ال C. تمام يلا عشان نجيب المسافات بتاعتنا. المومنت اباوت ال C بتساوي زيرو. قصدك ايه يعني؟ قصدي اقول لك هنا ان طبعا دي هتتلغي عندنا عشان عندك الفورس بتمر بالسنتر يبقى تلغيها خالص. فاضل عندك هنا قوتين ال 30 وال 50. تعالى يا عم 30 قال لك انا جاي يا جماعه كلوك كويس يبقى نيجاتيف، وبعد كده ملتبلايد المسافه سي اي عندنا اللي انا ما اعرفهاش. طيب وعندك هنا يا 50 قال لك انا جاي يا جماعه انت كلوك كويس يبقى انت كده عندك بالبوزيتيف، وادي ال 50 وملتبلايد عندك مين المسافه بكام ب 6 وانها ايكوال ايه 0. تروح هناك انت يلا بالنيجاتيف. انا كده عندك نيجاتيف 30 تايمز ال سي اي بتساوي 50 باي 6 معاك بكام
بال 300 بس بالنيجاتيف، شيل نيجاتيف مع نيجاتيف وانزل بالديفايدر، يبقى سي اي بتاعنا بيساوي كام في النهاية؟ الايه؟ ال 10 عندنا. طب لما اجي قال لك هنا two forces of magnitude 30 و 30 نيوتن، تمام، the distance between their lines of action is L. ما بين 30 و 30 عندنا ال distance، خلي بالك يعني العمودية، المسافة العمودية بينهم الاتنين ب 30. and the two forces form a couple. طب استنى، بما ان هما فورم a couple هنا اقدر اجيب المومنت دلوقتي. المومنت بيساوي عندنا هنا ال 30 ومالتبلايد مين؟ ال فورس في اللينس ما بينهم الاتنين. if the magnitudes of the two forces هنا becomes 20 و 20، لو في عندنا اتنين forces ثاني 20 و 20، then the distance between their lines of action to form a couple equivalent. معنى كلمة equivalent يبقى بيساوي to the previous couple. يبقى كده عندك ال M2 عندنا نقول ان هو مثلا بيساوي هنا ايه؟ ال force multiplied ال distance ما بينهم الاتنين. وعشان عندك هنا الاتنين هيكونوا equivalent يبقى كده عندي ال M1 بيساوي ال M2. اما في الايكوليبريم M1 بلس M2 بيساوي 0. يبقى كده عندي هنا يبقى 30 ال L بيساوي 20 ايه distance. هو عايز يعرف ال distance بتاعتنا هيساوي كام ال. طب ما انزل هناك ال 20 عشان اجيب الدي بتاعتي. يبقى الدي بتساوي 30 over 20 ايه ال. اقدر اشيل الزيرو مع الزيرو، انا في الاخر ايكوال 3 over 2 ال. وهو ده كان طلبه، جاب لك الالات في الاختيار في الاجابه. يبقى بس عايز منك ايه؟ 3 over 2. طيب بقول لك هنا if a body moves in a straight line from fixed point. معنى fixed point يبقى انت يا باشمهندس عندك التايم بيساوي كام؟ التايم بيساوي 0. دي البدايه بتاعتنا. on this line and the algebraic measure of its velocity معاك هنا، والفي مديها لك بتساوي 3t باور a ال 4. then the algebraic measure of the acceleration. تمام. طيب قال لك هنا of this body after t second from the beginning of the motion. انا عارف ان الاكسلريشن بتاعتنا بتساوي دي في ريسبكت للايه؟ للتايم. يبقى عندي 4 باي 3 اجابتي 12، وايه بقى؟ تي باور ال 3 عندنا. طيب تعالى كده يا باشمهندس معانا هنا سؤالك بيقول لك if a body moves in a straight line from a fixed point. معنى ان fixed point يبقى انت بالنسبه لك عندك التايم بادئ من كام؟ من 0 on this line and the algebraic measure of its velocity. معاك هنا فيكتور is given by، وجاب لك هنا عندك ال v بتساوي القانون بتاعك 3 t باور ايه ال 4 متر بير سكند. then the algebraic measure of the acceleration. انا كده اقدر اجيب عندي الاكسلريشن بتساوي دي في ريسبكتد للايه؟ للتايم. يعني بس عندك هنا 12 تي باور 3. كده بشوف اجاباتي يا جماعه لقيتها مش موجوده عندنا خالص. 12 تي باور 3. هنحاول نعمل ايه دلوقتي؟ بنحاول احنا بقى نفكر الاختيارات دي يا ترى مين فيهم هيكون هو نصيبنا بالظبط بيساوي الاجابه بتاعتنا. طيب لقيت اختياراتك كلها فيها رمز ال V، يبقى انت هتحاول ان انت تظبط هنا يبقى معاك رمز ال V موجود. طيب عندي هنا يا جماعة للإجابة هنا فكرتين. الفكرة الأولى إن أنا ممكن عندي في الأول ال V بتساوي أساسا 3 t باور 4. لو جيت هنا قلت يعني ال V عندنا بتساوي 3 t باور 3 ملتبلاي ال T. فكيت t باور 4 t باور 3 و t. دي فكرة ليه بقى؟ عشان عندي t باور 3 موجودة في إجابتي، والرمز ده كده هنستخدمه. هنزل ال 3 بالديفايد وال t بالديفايد، يبقى كده عندي اقدر اقول ان t باور 3 بتساوي v اوفر a 3 t. اطلع بقى كده يا معلم عوض مكان ال t باور 3، يبقى therefore الاكسلريشن بتاعنا عندنا بيساوي 12 وملتبلايد، شيل بقى t باور 3 يبقى v اوفر a 3 t. 12 على 3 ب 4، يبقى اجابتك في الاخر 4 v اوفر مين؟ ال t. وده فعلا كان اختيارك رقم ايه؟ البي. فهل في عندنا طريقة الإجابة التانية؟ في، وسهلة جدا كمان بإذن الله. بص كده، طريقة تانية. مش أنا عندي هنا الأكسلريشن بتاعتنا طلعت لي في إجابتي اللي هي 12 تي باور 3. تمام. فين اختياري؟ مش موجود. هاجي الاختياراتها إيه؟ هحاول إن أنا أخلي الاختيار اللي أشوف هيناسبني لما يوصل الإجابة بتاعتي ل 12 تي باور 3. طبعا عندي هنا الاختيار إيه؟ بيقول لي 12 في أوفر التي. طب ما تيجي نشيل بقى رمز الفي خالص عشان أنا إجابتي الأصلية ما فيهاش أصلا في. يبقى عندي هنا 12 ملتبلايد الفي بتاعتنا نحط مكانها عندنا اهيت 3 تي باور 4. يبقى ادي 3 تي باور 4 اوفر معاك من التي. 12 باي 3 عندي هنا يبقى 36، بس تي باور ايه؟ باور 3.
هل إجابتي لا ده أنا عايز 12 تي باور 3؟ يبقى الاختيار A مش موفق معانا يا جماعة. تعال نجرب الاختيار B اللي هو 4 V over التايم. يبقى عندي 4، نشيل بقى ال V خالص اللي هي 3 تي باور 4 اوفر عندك ال T. 4 باي 3 معانا ب 12 وتبقى تي باور مين 3، وهو ده اللي طلع مناسب للإجابة بتاعتنا، عشان كده اختيارنا كان هو مين عندنا البي. طيب هنا مع سؤالي بيقول معاك ايه بقى؟ if a body عندنا of mass، تمام، البادي عندنا يا جماعة الماس بتاعه كان ايه بقى؟ t plus 2. يعني انت عندك هنا الماس بتاعتنا فيها variable t مش constant، يبقى تستعد يا باشمهندس هنا عندنا الايه بقى؟ لان الفورس بتساوي derivative الام في طالما الماس فيها رمز التي. قال لك هنا move the with a constant velocity معاك 36 كيلومتر بر اور. طبعا هنا in a straight line under the action of the a force F. ال V بتاعتنا يا جماعة بتساوي 36 كيلو متر بر اور. يلا حولها ملتبلايت ال 5 over 18 تطلع في الآخر معاك إجابتك إيه؟ ب 10 متر بير سكند. كده يبقى أنت ظبطت اليونت بتاعتك للفورس عندنا. تمام، هو عايز منك إيه؟ الفاليو بتاعت ال F. الاف عندنا بتساوي ديريفيتيف الام في الفي بالنسبة للتايم. فده مش كده، تعال نجيب الأول الام ملتبلايد الفي، يعني عندي التي بلس التو وملتبلايد ايه عندك يا هندسة كده التن. وزع التن يبقى كده عندي هنا 10 تي بلس ايه 20. كده يبقى عندي الاف بتساوي، لما اعمل الكلام ده بقى ديريفيتيف بالنسبة للتايم فبناخد الايه التن، وده كان عندك الإجابة بتاعتك تمام. طب ال AB is a uniform wooden beam اللي هو الايه بقى؟ عصاية كده خشب يا جماعة of length 6 متر and weight 60 كيلو جرام ويت. وعشان يونيفورم يبقى انت الويت نازل من المنتصف يا معلم. it rests هنا on two supports، تمام، one of them at distance. هنجيب يا جماعة كده ادي اهيت، نفترض ان ادي عندك ال A وال B هتبقى مسنونة على اتنين سبورت. طب استنى كده لحظة واحدة، ننزل بس كده عندنا دلوقتي بالويت اللي هو عندك كان بكام؟ قال لي ب 60 كيلو جرام ويت. وكده عارف ان الناحية ديت 3 متر وهنا عندي 3 متر. طيب قال لك one of them الاتنين سبورت دول one of them at distance 1 meter from A. يبقى كده هاجي من عند ال A هنسيب كده 1 متر، يبقى كده فاضل لك هنا عندك هنا ايه 2 متر، ونطلع على طول بالرياكشن بتاعنا. تمام كده. طيب and the other add a distance 2 meter from the end B. وهي كده عند ال end B اسيب 2 متر، يبقى هنا عندك ايه 1 متر، ونطلع على طول بالرياكشن بتاعنا. تمام. if the beam equilibrated horizontally. طالما ان انت عندك equilibrium يبقى انت كده يا معلم عندك الاب equal down، يعني ال R1 وبلس معاك ال R2 هتساوي كام؟ ال 60 عندنا. الراجل بيقول هنا عندك هنا then the reaction of the support closer، يعني القريب من closer to end A. يبقى عايز يا جماعة، عايز ال A ال R1 بكام؟ يبقى انا كده هنا هطرح احسب مومنت على السنتر ده كده. يلا ليه؟ علشان نمشي خالص ال R2 ونقدر نجيب مومنت ال RA1 او نجيب ال R1 بتاعتنا. تمام. يلا المومنت بتاعنا بيساوي مين؟ الزيرو. لو افترضت دي عندك مثلا بوينت سي اقول لك مومنت اباوت السي، لانه عايز الرياكشن عند السبورت القريب من الاي، يبقى نحافظ على الراجل ده عشان نجيبه. طيب ده قال لك انا جاي يا جماعه بالنسبه للسنتر بتاعه كده جاي كلوك وايز، يبقى نيجاتيف الار 1 ملتبلاي المسافه من السنتر لحد القوه بتاعتك اي 1 بلس 2 يبقى 3. ال 6 قال لك انا جاي يا جماعه انتي كلوك وايز ا بوزيتيف ال 6 ملتبلاي، والمسافه عندك ب 1 وبتساوي ايه 0. كده يبقى عندك نيجاتيف 3 ار 1 بتساوي ايه نيجاتيف ال 60. مع الديفايدد يبقى انت الار 1 في الاخر بيساوي كام؟ 6 على 3 يعني ايه؟ يعني 20 عندنا. طب هنا بيقول معاك ان the opposite figure the two forces 5 و 5. تمام كده، شايفهم الاتنين عكس بعض وبرل مع بعض يعني عاملين قابل. قال لك هنا فعلا هم ايه؟ فورم ا couple. and the forces 9 و 9 وال 9 و 9 عندي برضو الاتنين ايه؟ عاملين قابل. تمام. then the magnitude of the resultant couple. الريزلتنت couple تحسب بقى القابل ده وده وتجمعهم الاتنين ايه مع بعض. طب تعالى للفايف والفايف، نقول يا جماعة مثلا القابل الفايف والفايف نجيب لهم. يلا كده عندنا الام 1 بتاعتنا بيساوي ايه؟ الفايف والفايف عندي هنا شايف الدوران بتاع الاتنين جاي انتي كلوك وايز يبقى بالبوزيتيف، وادي الفايف ملتبلايد المسافة من أول فايف لحد فايف 1 و 2 1 يعني 4،
ففي الاخر اجابتك بتساوي كام؟ 20. طب تعالى بقى للقابل اللي هو عندك معاه ال9 وال9. نجيب المومنت بتاعه الام 2. لقيت عندي ال9 وال9 كده الاتنين دوران مع بعض كده. خلي بالك، بص 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 كده معايا، الاتنين بيلفوا كده ايه؟ انتي كلوك وايز، يبقى بالبوزيتيف. وادي ال9 ملتبلاي المسافة العمودية ما بين الاتنين. دي طبعا التو مش عمودية، ولكن هنيجي هنا كده معانا. خلي بالك كده مني، الانجل دي هو كام؟ 100 ايه 50. يبقى عندك هنا برضو 150 عشان في باراليل مع بعض. تمام. وعندك هنا فاضل لك يبقى الانجل مين؟ ال 30. هقوم جاي كده عشان اجيب المسافة، هنزل بالعمودي كده ونمد ديت ورا كده شوية. ادي العمودي بتاعنا اهو يا فنان. الانجل 30 فيرتيكال اوبوزيت انجل. الارم ده في وش الانجل 30 يبقى ساين 30 في الهايبوتنس. فانا كده عندي هنا، شوف بس نغير كده لون القلم كده معانا. يبقى انا عندي هنا بقى ساين الانجل 30 ومالتبلايد الهايبوتنس بكام؟ ب 2. ساين 30 بهاف باي 2 يبقى ب 1 باي 9، يبقى اجابتك بايه؟ ب 9. من هنا يبقى عندك كده الريزلتنت قابل بتاعنا. الريزلتنت قابل هيساوي، بجمع الاتنين مع بعض M1 بلس ال M2. يبقى انا كده يا هندسه اجابتك بكام؟ بالايه؟ ب 29 عندنا. body moves from rest. يبقى انت كده عندك ال V initial بيساوي كام؟ الزيرو. in a straight line فيها from a fixed point. fixed point يبقى عندك التايم بادئ بكام؟ بزيرو. and the algebraic measure of the acceleration given by. وعندك الاكسلريشن مديها لي بتساوي ب 6t سكوير minus 2. then the displacement عندنا covered from 0 to 4. طبعا عارف الديسبيسمنت بتساوي عندنا انتجريشن ال V بالنسبة للايه؟ للتايم. والتايم محدد لك من 0 لحد ال 4. يبقى انت كده معاك انتجريشن فين بقى؟ طب انت فين عندك خلي بالك ده قانون الديسبيسمنت بتاعنا. جيت اشوف ال V عندي ما لقيتهاش اصلا موجودة، اللي عندي ال A. يبقى كده جا انتجريشن ده كده هينتظر شوية، ونقول له استنى لما اجيب لك ال V الاول. اللي معاك ال A، اما اعمل انتجريشن اجيب ال V. يبقى شوف انا وقفت اهوت في الاجابه، راح اجيب بقى ال V وارجع تاني انتجريشن ال A ريسبكتد لمين؟ للتايم. تمام كده. طيب انا عندي من 0 لحد كام؟ لحد ال 4. يبقى انا هنا بس، انت هنا خلي بالك معايا من حاجه. الاكسلريشن خلال حد ايه؟ التايم تي، لان لسه اللحظه بتاعت الايه؟ ديسبيسمنت تحدد عندنا بس لما اجيبها من ال V. يبقى كده نقول لحد التايم التي بتاعنا. طيب انتجريشن معاك هنا بال A ب 6 تي سكوير ماينس مين؟ ال 2. وادي معاك ريسبكتد للتايم من الزيرو لحد مين يا معلم؟ هنا التي. يلا زود الباور 1 وانزل بالديفايدد. يبقى هنا تي باور 3 وتنزل بالديفايدد. تي باور 3 وحط 3 في الديفايد. يبقى كده عندك ايه بقى؟ 2 تي باور ال 3 ماينس 2 تي. واقول له هنا نعوض من اول الزيرو لحد التي. تي نحط الماينس الاول، ويلا نبدأ نعوض بتي مكان كل تي. يبقى سيبها زي ما هي. يبقى كده عندك هنا ايه بقى؟ 2 تي باور 3 ماينس 2 تي. وبعد كده يلا نحط الزيرو مكان كل تي، كلها هتبقى بزيروهات. يبقى كده ماينس زيرو ملوش عايزة عندنا. كده بقى عندي انتجريشن بقى من زيرو لحد 4، والفي ظهرت عندنا يا جماعة 2 تي باور 3 ماينس 2 اي تي. كده احنا عندنا ريسبكت للتايم. ممكن اشتغل انتجريشن بايديا زي ما عملنا هنا كده، وممكن ان انا اكتب دي كلها بآلتي الحاسبه واجيب اجابتي على طول ايه؟ مره واحده. وده الافضل لان معاك الحدود موجوده عندنا. يلا كده افكرك بآلتك الحاسبه ازاي ان انا اقدر اجيب الانتجريشن بتاعنا باستخدام آلتك الحاسبه. بص كده معايا يلا يا باشمهندس. عندنا تمام. ادي معاك الانتجريشن، ونكتب يلا 2 تي باور 3 قصدك 2 اكس باور 3 الفا، وبراكت معاك اهوت. وادي معانا الباور ايه 3. بعد كده اكمل معاك ماينس 2 تي ماينس 2. وادي الاكس بتاعتنا اللي هي التي. وانزل يلا تحت كده معاك هنا بالزيرو، واطلع كده فوق معاك بالايه؟ بالفور. وبكده اجابتك في النهايه معاك تطلع ب 100 اند ايه؟ اند 12. يبقى انت كده جبت باذن الله عندنا الديسبيسمنت بتاعتنا تماما تمام. طب انا بيقول لك سؤالك 2 بوديز اوف ماس هنا ايه؟ 5 جرام و3 جرام. tied from the two ends of a straight of a string passing through او passing over ايه يا جماعه؟ smooth بولي. انا كده في عندي بولي، وجيت عندي هنا في اتنين بودي. خلي بالك ان الفايف اتقل، يبقى نقوم جايين كده منزلين الفايف لتحت شويه،
ومطلعين ال 3 لفوق شوية، التقيل بينزل والخفيف بيطلع. تمام. ادي عندك هنا ال 3 وادي عندك هنا الايه ال 5. طبعا يبقى الويت اسمه 3 جي، وهنا عندك ال 5 اي جي، واطلع بالتنشن واطلع بايه بالتنشن. تمام. طيب خلي بالك ديت عندك هنا 3 ملتبلايد جي لكن مش 3 جرام، و5 جي لكن مش 5 جرام. الويت ام جي. if the system moves هنا from rest يبقى v initial بيساوي كام؟ 0 when the two bodies was on the same horizontal plane. كانوا الاتنين قصاد بعض في الأول، نفترض إن هما مثلا كانوا هنا كده، ده الاتنين قصاد بعض معانا عندنا، لكن لما سيبناهم الخفيف طلع والصغير إيه نزل والتقيل نزل. قال لي نزل the vertical distance between the two bodies. عايز المسافة من أول هنا لحد هنا ما بين الاتنين بارتكل بعد ما مشوا. ايه بقى؟ خلي بالك هنا ايه، ها، after 1 second، بعد ما الحركة تمت لوقت 1 second بس. نعمل ايه؟ اول حاجة عندنا نجيب الاكسلريشن خطوة اولى. الستيب الاولاني هنا اجيب معايا الاكسلريشن، اللي هو عندك الاي بتساوي في ها ماس بيج ماينس عندك الماس سمول اوفر ماس بيج وبلس معاك الماس سمول ملتبلايد الجي. يلا كمل يا باشمهندس كده. ماس بيج عندك ب 5 جرام ماينس الماس سمول 3 جرام اوفر 5 بلس ال 3، والجي عندك 9.8. للاسف انت غلطت، احنا شغالين بالجرام يبقى نقول 980. يلا احسب لي كده الله يكرمك كده. يبقى عندك هنا ايه 5 minus 3 ب 2 times 980 over ايه over ال 8. تطلع معاك الإجابة هنا ب 245، وده كده عندك سنتيمتر بير سكند سكويرد. طيب اجيب بعد كده بقى الخطوة التانية. خلي بالك الديستانس اللي هتمشيها اما دي تطلع اما دي تنزلها. وبعد كده عشان اجيب مسافة بين الاتنين بادي هبقى اضرب الاس ديت في 2. طيب يبقى نجيب الاول كده نقول عندك ايه الاس 1 بتساوي يعني اس واحدة من الاتنين، اما اللي طلعتها او اللي نزلت، الاتنين بيكونوا قد بعض بالظبط. طب قانون الاس عندنا بيقول لك عندك ان هو في نود تي وبلس عندك ايه هاف الاي تي سكوير. في نوت بزيرو يبقى ده كده خلاص اختفى. عندك الهاف ملتبلايد 2 4 5 وملتبلايد عندك ايه تي سكوير 1 باور 2. تطلع اجابتك هنا معاك، احسب يلا كده 2 4 5 وديفايدد معاك ال 2 تطلع ب 122.5. 122.5 ايه سنتيمتر. يبقى الفيرتيكال ديستانس عندنا كده، الفيرتيكال ديستانس ما بين الاتنين بادز معانا بتساوي ال 122.5 وملتبلايد بقى مين ال 2، عشان المسافة دي ناخدها ودي كمان ايه هناخدها يبقى مضاعفة مرتين. طلعت معاك في الآخر إجابتك 245 ايه بقى سنتيمتر إجابتنا. طب هنا بيقول لي يا باشمهندس فاريبل فورس ميجرد ان نيوتن، والاف عندنا مديها لك بتساوي، قال انها عندنا الاس سكوير وماينس ال 2 ايه ال 2 اس، where S is the displacement in meter then the work done by the force. يا جماعة من الاس ب 1 لحد الاس ب 7. عارف انا بالنسبة لك هنا ان انت عندك هنا الورك بتاعنا بيساوي انتجريشن الاف دي اس. بستخدم القانون امتى؟ لما يكون مديك عندك ايه رول الاف بتاعتنا كده، والاس قال لك من اول ال 1 لحد مين لحد ال 7. فانا كده اعمل انتجريشن عندي الاس سكوير ماينس 2 اس ده كده الفي ريسبكتد الاس بتاعتي، وعندي هنا من 1 لحد ال 7. يلا كده باستخدام آلتك الحاسبة واكتبها لنا كده يلا يا باشمهندس بالآلة. طالما الحدود عندك موجودة يبقى يلا استخدم آلتك الحاسبة عندك عادي ايه تمام. ادي هندسة كده معانا. اقول بقى عندي كده الانتجريشن اس باور 2 يبقى عندي هنا الالفا وادي البراكت بتاع الاكس ونحط لها الباور ايه الباور 2. فكده معاك هنا ماينس 2 اس يبقى ماينس 2 اكس ادي ايه الاكس بتاعتنا. وننزل لك كده عندك بالاول حد عندنا للاس ب 1 ونطلع فوق اخر حد عندك بكام ب 7. اجابتك في الاخر ب 66 عندنا ايه تمام. كده يبقى انت جبت الورك بتاعك ان ايه الجول. طيب نيجي عندك هنا بعد كده يقول لك سؤالك ايه ان ذا اوبزيت فيجر. قلت له تمام. اي بي سيريز رومبس يعني كل السايدز عندك يا باشمهندس هتكون ايه ايكوال. اف ذا تو فورسز 10 و10 عاملين طبعا قابل، والاف والاف عاملين عندك ايه قابل.
then the magnitude of F such that the set of the forces are equilibrium. معنى equilibrium يبقى عندك القابل الأولاني وبلس معاك القابل التاني equal ايه equal L0 عندنا. طيب تعالى كده نركز مع بعض التن والتن عايزين نجيب يا جماعة بينهم الايه المسافة عشان نجيب المومنت بتاعهم، والاف برضو عايزين نفس الكلام. طيب انا عندي مثلا لو جيت ركزت او كده على التن والتن، دوران عندك هنا التن مع التن جاي كلوك وايز، يبقى انا كده بالنيجاتيف، وادي الفورس 10 ملتبلاي المسافة بقى. هنجيب عمود ازاي ما بين التن والتن؟ ركز معايا كده يا باشمهندس الله يكرمك، ما بين التن والايه وعندك والتن. طبعا عندك هنا الانجل ده بالنسبه لك كاننا نقول برضو سيتا، لان الاوبوزيت انجل في الرومبس بتكون متساويه. طيب هنمد دي كده شويه وهننزل كده عمودي اهيت ما بين التن والتن اهو. الارم كده عندك اهوت. طب ده بالنسبه لك الاوبوزيت انجل ديت الاكيوت في الساين اللي هي الهايبوتنس. قول معاك الهايبوتنس عندك هنا كانه السايد بتاعك ال. طب الانجل ديت هي مين؟ ساين انجل ديت. خد بالك من حاجه ديت عندك السبلمنت، وانت عارف ان ساين 180 ماينس الالفا بتساوي معاك يا جماعه ساين الالفا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاوبتيوس انجل والاكيوت انجل هم عاملين سبلمنتري، الساين بتاع دي زي الساين بتاع دي بالظبط. يبقى عايز ساين انجل الاكيوت انجل هاخد هي ساين الثيتا اللي جنبها عادي بالنسبه لنا. يبقى عندي كده هقول ها ساين الانجل في الهايبوتنس. بص كده بلون تاني، يبقى كده هقول عندي بقى ساين الثيتا ملتبلايد ال. يلا كده يا باشمهندس ادخل لي على الاف عندك جايبين الاتنين بدوران انتي كلوك وايز يعني بوزيتيف الاف ملتبلاي. نيجي عندك الار ما بين الاف هنيجي برضو هنا، لو جينا طلعنا كده شوية ونزلنا من بره كده بالعمودي بتاعنا اهوت. برضو عندك هو اوبوزيت للسبلمنت انجل، والهايبوتنس مين برضو السايد ال، يبقى ساين الثيتا في ال ملتبلايد ساين الانجل ثيتا ملتبلايد مين ال بتساوي عندك ايه زيرو. كده عندك انا ممكن اشيل الساين ثيتا والال ساين ثيتا والال، عملت كله ديفايد ساين ثيتا ال، يبقى يفضل لك نيجاتيف ال 10 وبلس الاف بتساوي ايه يا باشمهندس معاك هنا ال زيرو. روح يلا يا 10، يبقى عندك الاف بيساوي كام 10، وده اللي كان عايزه منك في المسألة، الاف هتساوي كام ايه عندنا. طب بقول لك هنا عندك ها اكرين ليفتس يا جماعة ابوكس تمام ويز consecutive force F بتساوي 50 I بلس ال 60 G. displacement vector يا جماعة is given by the relation S بتساوي، ده عندك ال F وده عندك ال S. if the magnitude of the force measured in Newton و displacement بالمتر. عايز تشينج in the kinetic مين يا جماعة energy. طب انا عارف ان تشينج in the kinetic energy بتساوي T end minus عندك هنا T start اللي هي T نود، اللي هو بيساوي عندك الايه الورك. وانا من خلال الاف والاس اقدر اجيب الورك بتاعي، بعمل اف دوت اس اهي الاف دوت عندنا مين يا جماعه الاس. الاف عندنا كاتب يا باشمهندس ب 50 وال 60، هنعمل دوت عندنا ال 4 وايه وال 3. يلا الدوت بنعمل الاول في الاول وبلس التاني في التاني. 50 باي 40 عندك يبقى كده معاك 200 وبلس ال 60 باي ال 3 180. في الاخر يبقى انت عندك هنا 300 مين 80، وده كان الايه الورك اللي هو في نفس الوقت يساوي تشينج ان ذا كاينيتيك انرجي عندنا. لو لف عندك 3 و 5 يبقى كده اقدر اقول ان الاف بالكارتيزيان فورم تبقى عندك هنا 3 اند ايه اند ال 5. اكت ات ذا بوينت عندك هنا ايه الاي، يبقى نقول كده يا جماعه الاكشنه بتاعتها جنبيها هيت اللي هي عندك 2 اند ايه اند ال 1. and the line of action of this force is parallel to CB. لما عندك الاف هنا يا باشمهندس parallel مع السي بي، يبقى المومنت اباوت سي والمومنت اباوت بي الاتنين متساويين مع بعض. مومنت اباوت السي بتساوي عندك هنا المومنت اباوت ايه البي. طب والسي عندك مديها لي ب 0 and 1. then the magnitude of the moment of this force about البي. والله انا عندي السي موجوده، اقدر اجيب كده المومنت اباوت السي بتاعتنا الاول لان السي موجوده، يعني سي اي وكروس معاك مين الاف. طيب يلا نعمل ال A ماينس ال C. 2 ماينس ال 0 عندك هنا هيجيب لك يا باشمهندس معاك هنا ال 2، وال 1 ماينس 0 معاك 1 ماينس 1 يجيب لك عندك ايه 0. اما ال F عندنا كانت بكام ب 3 and ال 5. خلص الكروس بتاع A
عشان تجيب مومنت اباوت سي، وبعد كده تعالى لي. يلا اللي بره في اللي بره، يبقى عندي هنا 10 ماينس اللي جوه في اللي جوه بزيرو، في الاخر اجابتك بكام؟ ب 10 كي. يبقى كده برضه نفس الكلام، المومنت اباوت ال بي هيساوي 10 ايه؟ 10 الكي، عشان البارل بتاعنا يبقى ده ايكوال ده. اما لو كان قال لك ان هو باي سيكتس، يبقى انت دول عكس بعض الاتنين. هو عايز بقى ايه المومنت بتاعك؟ يبقى ناخد ايه يا جماعه؟ اجابتك بال 10. طب if the forces F1 3I وال AG، يبقى كده عندك ال F1 ايت معانا بالالجبريك جايه 3 and ال A. طيب وال F2 وال F2 عندنا بيقول لك ان هي كانت BI و 2G، يبقى B and A 2. وال F3 عندنا يا باشمهندس هنا هتبقى 4 and مين؟ and 2A. وبعد كده قال لك act at the points، مديك 3 بوينت عندك respectively. يبقى ديت نقول عليها مثلا بوينت A اللي هي 1 and 2 مع الأولانية الأكشنة، وبوينت B اللي هي عندك 3 and 3 للتانية، وعندك هنا بوينت C اللي هي معانا 3 and 1 للتالتة. if the resultant يا جماعة of the forces passing through the point A ده، يعني كده نقول مثلا عندك بوينت دي اللي هي 2 and 2. خلي بالك من حاجه، طالما الريزلتنت عندك بتمر بالبوينت ديت ما تسيبهاش، خدها سنتر ليه، لان معنى الريزلتنت تمر على بوينت، يبقى لو خدناها سنتر يبقى المومنت بيساوي كام؟ الزيرو. عشان كده يا جماعه نعتبر دي بالنسبه لنا سنتر. وفي الوقت ده اقول ان ذا sum، بص بقى القاعده دي، sum of the moment او مومنت ثاني عشان هنجيبهم كلهم، of all لكل الفورسز بتاعتنا. بس ايه بقى؟ خلي بالك about البوينت دي اللي هي 2 and 2 في الاخر هيساوي كام؟ الزيرو. طب ده ليه؟ لان الريزلت انت بتمر اصلا بيها، فخد بالك من الحته دي كويس قوي قوي قوي. الريزلت انت بتمر، يبقى كلهم يتفقوا يقولوا احنا كمان هنمر معاكي. ماشي كده تمام؟ عشان كده يبقى كله هيجيب مومنت عليها بيساوي زيرو. يلا يا معلم كده بقى، جيب عندك هنا بقى ايه الام 1 والام 2 والام عندك ايه 3. طيب الام 1 يبقى هنقول بقى عندك سنتر اكشن، يبقى دي ايه، دي A وكروس عندك هنا ال A وكروس معانا ال F1، بلس معاك هنا ال DB وكروس عندك ال A ال F2، وبلس هنا معاك هنا ال DC وكروس عندك ال A ال F3. كان ده بيساوي عندك ال A ال 0. يلا يا معلم اعمل ال A ماينس ال D. ال A ماينس ال D 1 ماينس 2 عندك يبقى B نيجاتيف ال 1، و 2 ماينس 2 معاك بكام؟ بزيرو. وده كده يبقى كروس عندك ال F1 اللي هي 3 and ال A. تعال نجيب الدي بي. يلا نعمل بقى البي ماينس الدي. 3 ماينس 2 عندنا هنا يكون ب 1، و3 ماينس 2 عندك برضو ب 1، وكروس عندك الاف 2 اللي هي ايه؟ كانت بي اند 2. خش يلا على دي سي. سي ماينس الدي 3 ماينس 2 عندك ب 1، 1 ماينس 2 بنيجاتيف 1، وكروس عندك الاي ال 4 وال 2 اي، والكلام ده عندك بيساوي ايه؟ الزيرو. طيب يلا بره في اللي بره، يبقى النيجاتيف اي ماينس اللي جوه في اللي جوه ماينس الزيرو. وبعد كده عندك بره في اللي بره يبقى عندك 2 وماينس البي. اللي بره في اللي بره يبقى عندك هنا هتبقى 2a وماينس نيجاتيف ال 4، وفي الاخر ده بيساوي ايه؟ الزيرو. احسب معانا كده، عندك هنا شيل الزيرو ده خالص ما يلخبطش حساباتك. نيجاتيف a بلس 2a يبقى عندك هنا ال a، ونيجاتيف b هي اللي موجودة معاك، وعندك هنا 2 وبلس ال 4 يبقى بلس 6 عندي بتساوي ايه؟ زيرو. من هنا يا باشمهندس يبقى ال A ماينس ال B بتساوي كام؟ بتساوي معاك ايه؟ نيجاتيف ال 6 لإجابتك. وهو ده كان ايه اختيارك، بس هو عايز بقى ال B ماينس ال A. يبقى كده عندي ال B ماينس ال A بتساوي بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 6، لأن عكست عشان أنا كنت جايب A ماينس ال B. طيب أنا بقول معاك if the opposite figure represents the velocity displacement ال V وال S. تمام؟ هو عايز منك هنا الاكسلريشن لو الديسبيسمنت عندك بفور. طبعا عارف ان الاكسلريشن السمونس بتاعنا بيساوي ال V دي V ريسبكتد للايه؟ للاس بتاعتنا. طب عشان نجيب الحسبه ديت بتاعتنا ناخد بالنا من حاجه هنا، خد بالك منها ايه عندنا. انا كده عندي هو بيقول لك ايه؟ هات الاكسلريشن لو الديسبيسمنت كان بقت بكام؟ بالفور. عندي في الاجابه طريقتين. الطريقه الاولى بتاعتنا ان اوعى تقول اعمل انتجريشن، لان انتجريشن لو انت كان معاك مثلا الايه، احنا عايزين معانا الفي ومعانا الايه والتايم، انتجريشن اجيب الفي. فخد بالك انت بتعمل ايه وتجيب ايه. لكن انا عايز هنا الفي بتاعتنا لو الاس كانت بفور، الاس بفور الفي طالعه فوق اهيت لحد، الاس بفور طالعه لحد الفي بكام؟ ب 6.
طيب ودي في على دي اس. بالنسبة عندك هنا الديريفيتيف معناها بالنسبة لنا السلوب بقى. طب السلوب عندك هنا للفي والاس اهو اللاين بتاعك ده، والسلوب عندنا عايزين التان بتاعت الانجل دي يا باشمهندس. السلوب بيبقى الاوبزيت على الادجيسنت، الاوبزيت هنا بكام؟ ب 6، ادجيسنت بكام؟ ب 4. يبقى كده عندك هنا اقدر اقول ان السلوب من الرسمة بيساوي دي في على دي اس، لان السلوب معناه ديريفيتيف. اللي هو عندك بيساوي ايه بقى معاك هنا؟ يبقى الاوبزيت على الادجيسنت الانجل بتاعتنا، يبقى بيساوي ب 6 اوفر ايه ال 4. المسافه دي عندك 4، دي عندك ب 6، مش كده برضو؟ اللي هي في الاخر 3 اوفر من ال 2. يبقى انا كده عندك هنا باي 3 اوفر ال 2، اجابتك في الاخر بكام؟ عندك بايه؟ ب 9. كده عرفنا الاجابه. هل في عندي الاجابه طريقه تانية؟ اه، واللي هي عندنا بص بتقول ايه؟ هنجيب ايكويشن اللاين بتاعنا اللي قدامنا ده. طبعا انت عارف الايكويشن بتقول لك ان الواي بتساوي الام اكس بلس مين؟ السي. عشان اجيب ايكويشن لاين بعمل خطوتين. خطوه اولى ابدل الحروف الواي والاكس، الواي مكانها هنا في الفي، والاكس مكانها عندك الاس. دي حاجه. الحاجه التانية، الخطوه التانية اجيب السلوب واجيب السي. السلوب اللي هو الاوبزيت على الادجيسنت، يعني عندك هنا 3 اوفر 2. والسي التقاطع في الواي اكسس، هو بيتقاطع في الاوريجن يبقى بزيرو. يبقى انا كده عرفت ان الفي بتساوي 3 اوفر 2 اي اوفر 2 اس. كده اقدر اجيب بقى هنا دي في باي دي اس اللي هي بتساوي عندنا ديريفيتيف الكلام ده. يبقى انا عندي هنا يبقى 3 اوفر اي 2. وكده يبقى عندي الاكسلريشن بتساوي الفي ملتبلايد دي في باي الدي اس. عايز اجيب قيمة الفي لو الاس ب 4، اقعد كده 3 على 2 تايمز ال 4، من الاس عندك ب 4. 3 على 2 تايمز ال 4 طبعا معاك هنا ب 6. ودي في على دي اس عندي 3 اوفر 2، في الاخر يبقى اجابتك بايه؟ ب 9 برضو، نفس القيمه معاك ايه؟ تمام. طب if a constant force هنا acts on a body of mass، والماس عندي مديها لي equals 5 كيلو جرام. كده بقول لك هنا straight line to change الفيلوسيتي عندك من في نود لحد في فاينل. في نود معانا بتساوي 36 كيلو متر بير اور، هحولها ملتبلايد ال 5 اوفر 18، يطلع انت في الاخر بكام؟ هنا ب 10. بس كده متر بير ايه؟ بير سكند عندنا. والفي فاينل عندنا بتساوي 72 برضو كيلو متر بير اور. يلا يا باشمهندس حولها بقى ملتبلايد 5 اوفر ال 18. احسب كده عندك هنا بقى ايه؟ يبقى 72 ملتبلايد 5 اوفر ال 18، تطلع معاك الاجابه معانا ايه؟ ب 20 متر بير سكند. طيب والتايم معانا ب 1 اوفر 5 سكند، عندنا التايم ايه؟ موجود. ايه بقى طلباته هنا؟ وعايز منك ماجنتيود الفورس بتاعتنا. الاف بتساوي عندك يا هندسه الام في الاي. الام بكام؟ ب 5. الاي عطلتني، تعال نجيب الاي بتاعتنا الاول. عارف الاكسلريشن بتساوي الفي فاينل ماينس الفي انيشال على التايم. الفي فاينل بتاعتنا كانت عندك ب 20 ماينس ال 10، والتايم عندك ب 1 اوفر كام؟ ال 5. تطلع في الاخر اجابتك بكام؟ بال 50. يبقى عندنا 5 باي ال 50 في الاخر معانا يبقى 200 ايه 50، وده كان اجابتنا عندنا. ان اوبزيت فيجر معاك يونيفورم لادر اوف ويت 20 كيلو جرام ويت. طبعا يونيفورم لادر يبقى الويت ايه؟ في المنتصف عندك هنا ال وعندك ال، كأن اللينس كله يبقى 2 ال. rests with one of its ends on smooth vertical، ده smooth معاك هنا، يبقى نطلع منه بالرياكشن بتاعنا. خلي بالك كده اللي هو بيطلع ايه؟ العمودي كده اهو، ادي الرياكشن نقول عليه ار ال1، وادي ال 90 ديجري. طيب بعد كده بقول لك ايه تاني؟ and with its other end on a rough horizontal plane. ده كده عندك رف، يبقى في عندك رياكشن وفي عندك ميو اس ار. ادي الرياكشن اهوت، واللادر بيعمل دايما about to slope، يبقى كده عكسها ايه؟ ميو اس ار. يبقى ميو اس في الار 2. قال لك بعد كده هنا ايه؟ at angle of measure 30، ده الانكلينيشن انجل بتاعنا. عايز الستاتيك فريكشن كوفيشنت، يبقى عايز كده بالنسبه لك الايه؟ ده عايز لحظه الستاتيك فريكشن فورس بتاعتنا يا جماعه، اللي هي الميو اس ار بتاعتك. ميو اس ار دي اسمها عندك ستاتيك فريكشن فورس، هتساوي كام؟ طيب انا طبعا عارف هنا المفروض يبقى الاب ايكوال ايه؟ الداون، والرايت ايكوال الليفت. الاب يبقى الار 2 بتساوي 20، دي اول حاجه معانا استفدناها عندنا. والاب ايكوال داون كده خلاص اسف، اب ايكوال داون ار 2 ايكوال 20،
والرايت ايكوال ليفت، يبقى عندك الار 1 بتساوي الايه الميو اس في الار 2. طب ما انت عندك هنا ممكن اعوض مكان ار 2 ب 20، يبقى كده اقدر اقول ان الار 1 بتاعتنا ار 1 بتساوي الميو اس ملتبلايد الايه ال 20. احنا كده كده عايزين نجيب الميو اس ار كلها عندنا. طيب تعالى كده نجيب بقى مومنت اباوت لو دي عندك بوينت ايه عشان نلغي عندنا القوة دي والقوة دي خالص ايه تمام. يبقى كده عندك هنا المومنت اباوت الايه بتساوي الزيرو. طيب كده عندك فاضل لك الفورس 20 والار ايه الار 1. يبقى كده يا باشمهندس عندك ال 20 قال لك انا جاي لكم يا جماعه بالانتي كلوك وايز، يبقى انت بالبوزيتيف يا عم 20 ملتبلايد الارم بتاعك هنا عندك اهو المسافه من الفورس من البوينت لحد الفورس بتاعتنا المسافه ديت جنب الانجل 30 يبقى كوزين 30 في الهايبوتنس اي ال. ادي عندك هنا كوزين انجل 30 في الهايبوتنس ال ال. تعالى بقى يا ار 1 انت نازل كده كلوك وايز، قال لك يبقى انا يا جماعه جايب النيجاتيف ومالتبلايد الارم، يبقى عندك المسافه دي كده كلها اللي هي الاوبزيت ده بالظبط اللي هو اوبزيت انجل 30، يبقى الساين في الهايبوتنس كله ايه 2 ال. ودايما تخلي بالك عندك هنا الله يكرمك على طول معانا بيكون الارم بتاع الار 1 هناك ده كده هو الاوبزيت ده كله بيستخدم الساين الانجل في الهايبوتنس كله رد بالكامل 2 ال بيساوي زيرو. اقدر اشيل ال مع ال لان زيرو هناك بيوفر لك الحته دي، اعمل ديفايد براحتك عادي. يفضل لك عندك هنا كوزين 30 روت 3 اوفر 2 تايمز 20، يبقى انا كده عندي ايه بقى 10 روت ال 3. الار 1 معانا هي عندنا تمام، ساين 30 بهاف باي 2 يبقى ب 1، يبقى انا كده عندي بتساوي ايه 0، وكده اقدر اكون عرفت ان الار 1 بتاعنا بيساوي 10 روت ايه 3. وانا كده كده عايز اجيب اساسا الميو اس ار 2 اللي هي بتساوي الار 1، يبقى اجابتك في الاخر بايه يا باشمهندس ب 10 روت 3 عندنا تمام. Force of magnitude 90 نيوتن acts on a body of mass 20 كيلو جرام. تمام انا كده عندي الفورس يا جماعه هنا مديها لي ب 90 نيوتن، والماس بتاعت البادي عندك ايكوالز ايه 20 كيلو جرام. 20 كيلو جرام صح صح يا باشمهندس. موف زينا ستريت لاين تو تشينج الفيلوسيتي بتاعتك من 12 متر بير سكند ل 15 ايه متر بير سكند. قصدك ان الفي انيشال معانا ادي 12 متر بير سكند، والفي فاينل معاك بيساوي ايه 15 متر بير سكند. in the same direction قال لك the distance covered by the body equal ايه يا ترى؟ عايز الديستانس بتاعته. طب انت عارف ان الاف عندنا بتساوي الام تايمز الاي، يعني ال 90 بتاعنا بتساوي ال 5 ملتبلايد معاك الاي. انا عندي هنا يا جماعه الماس ب 20، يبقى 20 ملتبلايد معاك الاي. نزل 20 بيل ديفايد الاكسلريشن بتاعك بيساوي ب 4.85 وادي متر بير سكند سكوير. ده بالنسبة للإيه. طب معاك الإيه بقى دلوقتي انضمت ليهم اللي هي 4.5 متر بير سكند. عشان أجيب عندك الديستانس في عندك القانون التالت لأن مش معايا أي تايم، قال لك إن ال V final squared بيساوي ال V initial squared بلس معانا 2A times ال S. عشان أقدر أوصل إن أنا أجيب الديستانس بتاعتنا اللي هي ال S ديت، هروح هناك بالماينس وانزل تو ايه بالديفايد، يبقى ال S بتاعي بيساوي ال V final squared minus ال V initial squared over ال 2 multiplied ال A، يعني 15 باور 2 يا باشمهندس minus 12 عندك باور 2 over ال 2 times ال A 2 times 4.5 اللي هي تبقى بكام؟ ب 9. ويلا احسب معانا كده بسم الله عندنا. يبقى عندك هنا 15 باور 2 225 minus 144 over ال 9، تطلع معاك اجابتك النهائية بتساوي ال 9. وده كان عندك الكفر ديستانس بالايه بالمتر. هنا بقول معاك in the opposite figure تمام A B C D and isosceles A ترابيزم أو ترابيزويد عندنا in which إن ال A B عندك كان بيساوي دي سي بيساوي 5. ده عندي 5 سنتيمتر وده عندك هنا إيه 5 سنتيمتر. حلو أوي. والبي سي عندك كان 15 إيه سنتيمتر، والإي دي عندنا كان ب 9 سنتيمتر. تمام قال لك إن الإي دي بقى للبي سي. تمام خدت بالي الرسمة موضح الحتة دي. فورسز عندنا الفايف في اتجاه الاي بي، بنعمل السهم كده يا باشمهندس ونقول ايه الفورس 5. خلي بالك من السهم عشان الدوران بتاعك. وعندك الناين في اتجاه السي بي، يبقى دي كده عندك الايه الناين. وعندك بعد كده معاك هنا ال3 في اتجاه الدي سي، يبقى كده عندك ال3. وعندك بعد كده هنا ال4 في اتجاه الدي اي اهي، تبقى يا جماعه كده عندك الايه ال4.
بقول لك انا عايزك تحسب هنا the sum of the moments of the forces about البوينت ايه الدي. طبعا about البوينت دي يبقى انت هنا يا باشمهندس الفورس اللي هي بالفور والثري اخفيهم عشان بيعدوا على الايه البوينت بتاعتك. فاضل معاك الفورس اللي هي الفايف، تمام، والفورس اللي عندك الايه الناين. طيب لما اجي بالنسبه للناين هنزل كده بالعمودي بتاعنا اهوت، وعايز هنا خلي بالك اقول ان الناين بالنسبه للبوينت دي دوران يا عم الناين كده. انت قال لك انا جاي يا جماعه، انت انا جاي كده ايه كلوك وايز كلوك وايز كلوك وايز، يبقى انت نيجاتيف الناين ملتبلايد الارم يا جماعه المسافه العموديه ديت اللي هي تبقى ساين الانجل سي في الهايبوتنس ايه بتاعي. يبقى عندي كده بقى الساين الانجل سي في الهايبوتنس عندك اللي هو 5 ايه سنتيمتر. ساين سي مع الطلاق خليك بس معايا حاضر تمام. انا عندي هنا المفروض لو انا كده نزلت بدايه كده كمان عمودي، ركز معايا كده يا هندسه. يبقى عندي هنا اللي فوق ديت ب 9 الاي دي، يبقى تحت هنا برضو المسافه ديت ب 9. لما دي كده عندك هتبقى 9 سنتيمتر، شيل 9 بقى من ال 15 بقى 6، هيتقسم هنا عندك هنا ل 3 سنتيمتر وعندك هنا 3 سنتيمتر. يبقى ده من البايثاغورس بكام معاك بالفور. خلاص ما كانش لازم بقى خلاص اقول بقى ساين سي في الفايف على طول كده نقول طلعت بالنسبة لي ايكوالز مين المسافة اللي هي بفور ايه سنتيمتر عندنا. ده بالنسبة عندك للأرم المسافة العمودية لحد ما اوصل للفورس بايه بناين. بيساوي عليه على طول بالفور كتر خيرك تمام. طيب لما اجي عندك هنا بالنسبة للفورس اللي هي بقى ايه الفايف ديت بدوران جاي بالنسبة للدي، قال لك انا جاي يا جماعة انتي كلوكوايز، يبقى انت يا عم كده جايب البوزيتيف الفايف ومالتبلاي. طب عايزين نجيب بقى المسافة العمودية من الدي لحد صاحبنا هنا كده. نشيل بس زحمة الكتابة اللي عندي في المسألة دي كده لحظة كده الأول، عشان نركز زي ما انت دلوقتي كلنا على إن إحنا عايزين نجيب المسافة العمودية من الدي لحد الفايف. أهو كده روقت لك المسألة بتاعتك كده تمام. يلا. طبعا هنا عندك الفورس اللي هي كانت عندنا على الاي بي اللي هي بالنسبة لنا الفايف دي، عايزين نجيب لها المسافة من أول بوينت دي. الانجل دي اوبتوس انجل، مش هينفع انزل كده قدام اقول ايه بربنديكولار، لكن هنعمل ايه هنمد دي كده ورا شويه كده ونطلع كده اهو تمام اهو. ركز معايا كده يا هندسه. عايزين بقى نجيب الارم ده اوبوزيت الانجل ديت بالنسبه لك. تمام طيب. الانجل اللي عندك هنا نقول هنا كانها الانجل سيتا، وعشان اجيب الارم دوت يبقى ساين سيتا في الهايبوتنس ده. كان عندك الاي دي اساسا كان كام؟ كان الاي دي مديهولنا كان ب 9. يبقى كده عندي هنا يبقى ساين الانجل سيتا ملتبلايد اي الاي دي. كمل بس معايا كده الله يكرمك. يبقى بيساوي نيجاتيف 9 باي 4 ب 30 نيجاتيف 36 وبلس معاك 5 ملتبلايد ساين سيتا في الاي دي عندك اللي هي بايه ب 9 الاي دي ب 9. الساين سيتا معطلاني اجيبها ازاي؟ بص معايا. مش انا عندي الاي دي بارل مع البي سي تمام. يبقى بالنسبه لي الانجل سيتا والانجل بي هنا الاثنين كورسبوندنج ايكوال بعض، الاثنين دخلت جوه الشكل بتاعي. وانا عندي ده كده كان اهو تبص معايا كده اهو ده كان 4 سنتيمتر وده عندك 5 سنتيمتر. ساين انجل سيتا الاوبزيت على الايه الهايبوتنس يبقى 4 اوفر ال 5. هشيل 5 مع 5 افضل لك عندك هنا 4 باي 9 ب 36، يبقى انا في الاخر ايكوال نيجاتيف 36 بلس معاك ال 36 بتساوي ايه 0. هو ده كان عندك سم المومنت اباوت ايه البوينت دي. كان الفكره كلها معانا في ان انا اجيب الارم بتاع القوه اللي هي ال 5 ديت تمام معانا باذن الله. طب جه هنا يا باشمهندس بيقول لك عندك ان في body of mass 20 كيلو جرام is projected with velocity 7 متر upwards an inclined plane وسموث كمان معاك. تعالى كده الانكلايند plane بتاعك اهوت، وفي بارتكل معاك اتحدفت ايه لفوق projected upwards. ال V initial معاك ب 7 متر بير سكند. ال V initial معانا ب 7 متر بير سكند، اما الماس عندنا بتساوي 20 كيلو جرام. تمام خلي بالك. قال لي بعد كده بقى ايه ان الانكلاين تو ذا هوريزونتال بانجل 30. ادي يا عم الانجل 30 معانا هي تمام. بيقول لك بعد كده find the potential energy of the body after 2 second. لو نفترض يا جماعه ان عند 2 سكند وصل لحد المكان ده كده اللي هو مثلا مكان البي، التايم معاك هنا يا باشمهندس بايه ب 2 سكند عندنا. تمام كده ركز معايا خليك هنا باذن الله. طبعا البارتكل بتاعنا في عندك هنا الام جي
كده بقى معايا هنا الام جي ساين الثيتا اللي هي ساين ال 30، وهنا عندك الام جي كوزاين 30 مش محتاجة ايه، خلاص تمام. طيب انا افترض ان ده المكان عايز اجيب عنده البوتنشال انرجي بتاعتنا يا جماعه. في الاجابه هنا عندك ليها طريقتين في الاجابه. الطريقه الاولانيه ان انت ممكن ايه، تقول ان انا عايز اجيب المسافه دهيت، المسافه دهيت عشان اجيب الهايت بتاعنا اللي هو بيساوي كام عندنا في الحته دي، واقدر اجيب الام جي. ودي طريقه سهله بصراحه، خلي بالك. طب اجيب المسافة ازاي؟ بس لازم تكون عارف حاجة مهمة. الاكسلريشن بتاعتنا بتساوي، عشان البلين ده سموث بلين، بتبقى جي ساين الانجل سيتا. ركز، لو كان الجسم نازل مع الجرافيتي لكن الجسم ده طالع يبقى نيجاتيف جي ساين سيتا. دي قاعدة ثابتة عندنا في السموث بلين. تمام كده؟ طيب انا عندي كده يبقى جي ساين سيتا شغالة بالكيلو جرام والمتر، يبقى نيجاتيف 9.8 وملتبلاي ساين الانجل 30 اللي عندك بهاف، في الاخر اجابتك نيجاتيف 4.9 متر بير سكند سكوير. ده بالنسبه لك الاكسلريشن. طب هل الاس ديت ممكن ان انت تقدر تجيبها لنا كلها؟ اه الاس اقدر اجيبها عندنا، لان عندي هنا قانون. انت كده معاك الايه، يبقى عشان نجيب يا جماعه الاس ديت، يلا تعالى باذن الله عشان نجيب الاس ديت كلها بتساوي كام. هحتاج عشان اقدر اوصل للهايت بتاعي اللي هو ده، هو ده اللي عمل لنا المشكله كلها. خلي بالك اهوت الهايت ده كده، معايا في نود معانا كانت بتساوي 7، ومعاك الاكسلريشن عندنا جبناها نيجاتيف 4.9، ومعانا التايم بيساوي ايه 2 سكند. ايه اللي هيجيب لي عندك بقى الاس؟ القانون التاني بتاعنا الاس بتساوي الفي نود تي، ما انت معاك التايم استخدمه، بلس هاف الاي تي سكوير. في نود ب 7 باي التايم تي ب 2، يبقى عندك هنا 14، وبلس عندك هنا الهاف ملتبلايد نيجاتيف 4.9 ملتبلايد معاك ال 4. يلا احسب كده يا باشمهندس معانا كده. يبقى معانا كده ال 14 وماينس عندك هنا 2 ملتبلايد 4.9. طبعا عندك هنا الهاف مع الفور، هتبقى لك بس ايه ال 2. تطلع معاك هنا اجابتك في الاخر ب 4.2 متر ايه عندنا. دي الاس. كده اقدر اجيب معايا الهايت ده كده اللي هو اوبزيت انجل 30. يبقى الهايت بيساوي ساين الانجل 30 في الهايبوتنس بتاعك اللي هو الاس. يعني ساين 30 بهاف ملتبلاي ال 4.2، في الاخر اجابتك ب 2.1. كده يبقى عندك البوتنشال انرجي بقى عند الاي بتساوي الام جي ملتبلايد الايه الهايت. والام عندك كانت ب 20، والجي عندنا ب 9.8، وملتبلايد الهايت ب 2.1. يلا احسب كده الحسبة بتاعتنا. عندك هنا 20 multiplied 9.8 multiplied معاك 2.1. إجابتك في النهاية يا باشمهندس كده equal 411.6. 411.6 ده كده عندك إيه بقى؟ بالجول عندنا تمام، عشان أنا شغال بالمتر والكيلو جرام.